أعزائي مشاهدين قناة خلطبيطة كورة، أهلا وسهلا بكم. استطاع نادي ليفربول اللي هو يسجل هدفين بعد ما كان متأخر بهدف من كريستال بالاس في آخر 7 دقايق عشان يقدر يعتلي القمة بفرق نقطة عن أرسنال اللي عنده مباراة صعبة جدا ومباراة قوية ضد أستون فيلا مساء على أرض أستون فيلا. احنا عارفين أستون فيلا الثالث حاليا وقدر يكسب مانشستر سيتي المباراة الماضية. مباراة تكون صعبة على أرسنال. لو أستون فيلا فاز هيفضل ليفربول في الصدارة، او حتى تعادل هيفضل برضه ليفربول في الصدارة. صلاح النجم المصري بيسجل هدفه ال 150 في الدوري الانجليزي وال 200 في البطولات الانجليزية. 150 هدف في الدوري الانجليزي عشان ينضم لاكثر 10 لاعبين تسجيلا في تاريخ الدوري الانجليزي، وبيعادي رقم مايكل اوين ب 150 هدف. وقدامه ممكن لو صلاح لعب سنه او سنتين كمان ممكن يوصل ويعدي رقم لامبارد اللي هو 187 هدف. نتمنى التوفيق للنجم المصري اللي بيحطم كل الارقام القياسيه كل مباراه. النهارده هدف واسيست. صلاح بيعمل ارقام قياسيه عظيمه جدا وبيتالق غير عادي مع ليفربول، نجم تاريخي في الدوري الانجليزي وفي ليفربول. وعلى ذكر المحترفين، مباراه جاريه حاليا بين انتراخت فرانكفورت وبايرن ميونخ. نجمنا المصري عمر مرموش بيسجل وبيواصل التالق وبيسجل هدف تقدم لانتراخت على بايرن ميونخ عشان يتقدم انتراخت 1-0 على البايرن. اتمنى رب يكون الفيديو عجبكم. لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس وتدعمونا في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.